ولا السلام عليكم. إلا كنتي من الناس اللي كيعجبهم كل ما هو غريب مظلم وغامض بصيغة قصصية فراك في المكان المناسب، حتى هادشي هو اللي كنقدموه في القناة ديالنا. ما تنساش تشارك في القناة، تفعل الجرس باش ما تفوتك حتى قصة من القصص. ودابا نبداو في القصة اليوم. القصة وقعت في اليمن، قصة حقيقية واقعية وكتخلع بزاف. حمزة كيقول: أنا شاب من اليمن، مدينة عدن. مني بدات الحرب عندنا اضطرينا نخرج من الدار، وكانت الظروف صعيبة بزاف، خصوصا حيت العائلة ديالنا كبيرة، وحتى عائلة عمتي كانت ساكنة معنا، وجدتي حتى هي كانت ساكنة معنا في دار وحدة. منين خرجنا مشينا نسكنوا في العمارة كبيرة كانوا فيها اللاجئين بحالنا، وكاع العائلة ديك الساعات كانوا كيمشيو لديك العمارة. وفي الحقيقة عطاونا الطابق كامل حيت العدد ديالنا كبير. الحمد لله ملي خدينا الطابق حسينا بشوية ديال الراحة، خصوصا البنات في العائلة قدروا يتحركوا بحرية، وحسينا بالأمان حيت المكان خاص بينا وما كيدخل حتى شي واحد علينا. ولكن كنا ديما كنتسائلوا حتى الوقت اش غنبقاو ساكنين هنا. مع الوقت الله رزقنا وتبدلت الحالة المادية ديالنا شوية. الوالد وعمتي جمعوا شوية الفلوس وقرروا يقلبوا على دار كبيرة تجمعنا كاملين، تكون أحسن من هاد العمارة اللي ساكنين فيها. وفي واحد النهار الوالد جاه التليفون من واحد صاحبه وقال ليه: راه كاينه واحد الفيلات جداد برا المدينه في جهه الصحراء، مازال ما تسكنوش والكرا ديالهم رخيص بزاف، ننصحك تمشي تشوفهم. فعلا الوالد مشى مع عمتي يشوف البلاصه، ومنين وصلوا لاحظوا بلي الفيلات بعاد على بعضهم بزاف، والمكان ساكت بطريقه غريبه، حتى السوق والمحلات اللي ممكن يحتاجوهم العائله كانوا بعاد بزاف. ولكن الحاجة اللي عجبتهم هي أن الكرا كان رخيص وبزاف. وبما أن ديك الفترة كانت فترة حرب والأوضاع صعيبة بزاف، فالوالد تفاهم مع مول الفيلا ورجع للدار باش يبشرنا بالخبر الزوين. الفرحة كانت كبيرة بزاف، خصوصا عند البنات بداو يجمعوا حوايجهم بسرعة، والوالد قال: أنا غادي نمشي نسبقكم ونعطيكم العنوان ومن بعد لحقوني. حمزة كيقول: أنا وخويا أحمد اللي صغار مني بدينا نوجدو في بقية الأغراض، وداز الوقت علينا بلا ما نحسو، وبقينا نوجدو حتى ولات الساعة تقريبا 8 ديال الليل. خرجنا وتوكلنا على الله، وحنا ما عارفين شنو كيتسنانا. وحنا في الطريق ملي قربنا الفيلات لاحظت بلي الديور بعاد على بعضياتهم بزاف، والمنطقة خالية، لا ناس لا حركة، والجو كحل وساكت بزاف. واحد السكون كان غريب، حسيت المكان كيخلع، ولكن قلنا المهم يكون البيت زوين ويجمع العائلة كاملة. وفجأة وحنا غادين خرجت قدامنا مجموعة ديال الكلاب، وبداو كينبحوا علينا بطريقة مرعبة بحال اللي ناويين يهجموا علينا. انا تخوفت وزدت السرعة. الحمد لله الشراجم ديال الطوموبيل كانوا مسدودين، ولكن والله ديك اللحظة قلبي طاح من الخوف. ملي وصلنا للفيلا كنا عيانين بزاف لدرجة ما تصوروش. بدينا نحط الأغراض وكل واحد همه الواحد يرتاح من التعب، وفي الحقيقة كملنا وكل واحد مشى لفراشو باش ينعس بعد نهار طويل ديال تمارة. حمزة كيقول: وانا في الفراش بديت كنحس بشي أصوات برا الدار بحال خطوات خفيفة، ولكن كنت عيان بزاف وجسمي ما قدرش يتحرك، فنعست حتى أدى الفجر. في الوقت ديال الفجر الوالد هو اللي فاق الاول، سمع الاذان وبدا كيعيط لينا واحد بواحد باش نوضو نصليو. المهم وانا نازل من الفوق للطابق التحتاني باش نصلي، تاردني واحد الحاجه في الدروج واللي هي قطرات ديال الدم صغيره. قلت مع راسي شنو هذا؟ في ديك اللحظه شفت الوالد طالع قدامي، قلت ليه: بابا الدم هذا منين جا؟ الوالد استغرب ودار عندي وقال لي: يمكن من خوك احمد ملي طاح البارح، ولكن الغريب ان الطيحه ديالو كانت خفيفه وما بانش فيها الدم نهائيا. بصراحه ما اقتنعتش بكلام الوالد، ولكن مشيت صليت معه. من بعد رجعت نعست، فقت تقريبا ما بين 9 و10 ديال الصباح. في ديك الصباح كانوا الناس في الدار كلهم فايقين، والوالد قال لي: شد خوك احمد وسيروا جيبوا شويه ديال الحوايج اللي ناقصيننا من السوق. وفعلا ركبنا في الطوموبيل انا وهو، وقلت ليه: احمد
انت البارح طيحتي ونزل منك الدم اللي كان في الدروج. قال لي لا والله ما نزل مني والو، وهو اصلا الطيحه ديالي كانت خفيفه بزاف، ما سال مني لا دم لا والو. علاش كتسول؟ قلت ليه حيت البارح وانا نازل نصلي شفت شي قطره ديال الدم في الدروج. جاوبني وقال يمكن من شي واحد اخر من اللي ساكنين معنا، ولكن انا لا، ما تجرحتش لدرجه يسيل مني الدم. نسيت الموضوع وسكت، وكملنا طريقنا، شرينا الحوايج اللي ناقصيننا ورجعنا للدار تقريبا مع 9 ديال الليل. الوالد كان في الغرفه ديالو في الطابق الفوقاني، وفجاه سمعت صوت شي حد من برا الدار كيعيط عليه بسميتو. الصوت كان واضح بزاف كيقول صالح صالح. حمزه كيقول الوالد سميتو صالح، وفعلا سمع الصوت بوضوح. فحل الشرجم ولقى راجل كبير في العمر واقف لتحت، بدا يهضر معاه والراجل كيهضر معاه. والغريب ان المكان كان ظلام، ما كاين حتى شي ضوء. بقاو كيهضروا تقريبا 5 دقائق، ومن بعد الوالد سد الشرجم ورجع لداخل. منين دخل لقى الام ديالي كتشوف فيه بنظرات غريبه. قال ليها مالكي علاش كتشوفي فيا هكا؟ قالت له مع من كنتي كتهضر؟ جاوبها كاين راجل كبير واقف لتحت يعيط لي بسميتي وقال لي انا هو الحارس ديال المكان. الام ديالي بقات كتشوف فيه مصدومه وقالت ليه انا ملي سمعتك كتهضر مشيت للشرجم الثاني باش نشوف، وما كان حتى شي حد برا، كنتي كتهضر بوحدك. الوالد تصدم وقال ليها شنو كتقول؟ انا كنت كنهضر مع الراجل واقف لتحتي. قالت ليه والله ما كان حتى شي واحد، كنتي بوحدك وكنتي كتكلم مع راسك. الوالد ما تيقعش، نزل بسرعه وفتح الباب وبدا كيقلب على الراجل الكبير اللي شافه، وقال مستحيل يكون اختفى، حتى الراجل كبير في السن ما يقدرش يتحرك بسرعه. لكن الدنيا كانت غارقه في الظلام. دوروا عليه مزيان وما لقاش لا اثار لا صوت. رجع الوالد للبيت ديالو مصدوم، وبدا كيهضر مع الام ديالي بحال شي محقق، وقال ليها انا كنت كنهضر مع الراجل كيفاش ما شفتيه شي. الام ديالي من كثره الخوف حاولت تهون عليه وقالت له يمكن انا اللي تهيأ لي وما شفت، يمكن انا اللي تهيأ لي وما شفت والو، ولكن في الحقيقه كانت متاكده انه كان كيهضر بوحده. شويه الوقت سمعنا غوته قويه جايه من الطابق السفلي. الصوت كان من بنت عمتي، كانت كتغوت وتعيط بزاف. نزلنا كاملين بسرعه ولقينا باب الحمام مسدود، وهي كتضرب فيه من الداخل بكل القوه ديالها وكتغوت بحال شي حد داخل معاها. حاولنا نحلو الباب، ما كانش كيتحل لا من برا لا من الداخل. الباب كان ثقيل بزاف، ضربناه ورفسناه برجلنا ولكن بلا فايده. وبنت عمتي كانت كتغوت بطريقه كتخلع. بقينا نحاولوا مع ديك الباب نهرسوه دقيقه 2 3، وفجاه بلا مقدمات الباب تحل بوحدو. دخلنا بسرعه ولقينا بنت عمتي منهاره كتغوت وتبكي، وحتى الهضره ما قدراش تقولها. عمتي حاولت تهديها وتسولها شنو كاين شنو وقعلك. منين ارتاحت شويه بدات كتعاود، قالت كنت في الحمام والباب محلول، وفجاه شفت في المرايه شي عيون كيخلعوا كانوا كيشوفوا فيا. دورت نشوف مورايا ما لقيت حتى شي واحد وخافت بزاف. وفجاه الباب تسد بوحدو وما قدرتش نحلو، وبقيت نغوت ونعيط من الخوف وهي مازال كتعاود. سمعنا غوته اخرى جايه من الفوق، الصوت كان من الطابق الثاني، والغريب انا ما كانش فيه حتى شي حد من غير اختي الصغيره. طلعنا عاوتاني كنطيرو انا والوالد واحمد وعمتي. من فتحنا الباب للبيت اختي والله المنظر كان كيخلع. لقيناها طايحه في الارض سخفانه وعينيها كلهم بيض ما فيهمش الكحل، وكانت كتعض على لسانها بطريقه كتخلع بحال شي وحده مسكونه او فيها الصرع، رغم انها عمرها ما كانت مريضه. حاولنا نثبتوها ولكن الجسم ديالها كان كيرتعش بطريقه غريبه بحال ما كانتش واعيه. الوالد حاول يفتح فمها باش ما تعطش لسانها، ولكن الحاله كانت خطيره، والمشكل ان اقرب مستشفى كان بعيد علينا تقريبا بساعه ديال الطريق. ما كانش عندنا اختيار اخر، خصنا نحاولوا نعاونوا اختي في الدار. بقينا نحاولوا معاها حتى بدا الجسم ديالها كيهدى شويه بشويه. بفضل الله رجعت لحالتها الطبيعيه، ولكن كان الدم في فمها من كثرة ما عضت على لسانها. ملي فتحت عينيها الوالد والام ديالي حاولوا يهضروا معاها ولكن ما كانتش كتعقل على والو. قالت ما عرفتش شنو وقع لي ولا شنو اللي وصلني لهاد الحاله.
ديك الليله اختي الصغيره كانت خايفه بزاف باش ما تبقاش بوحدها. الوالد والام ديالي قرروا ينعسوا معاها في البيت، وانا وخويا وحمد رجعنا للغرفه ديالنا اللي كانت في الطابق التحتاني. الغرفه ديالنا كانت في الزاويه ديال الدار بحال معزوله على باقي الغرف. تصدقوا والله رجعنا وحنايا كنموتوا بالخوف من اللي وقع. كنا كنهضروا بشويه وكل واحد فينا كيهدي الثاني، ومن موراها حطيت راسي على المخده وحاولت نعس. كانت الساعه تقريبا 11:30 ديال الليل والجو ساكت بزاف، ولكن والله العظيم غير غمضت عيني سمعت الاصوات برا البيت ديالي. كانت الاصوات غريبه بحال التمتامات، بحال شي ناس كيهضروا بصوت خافت ولكن كلامهم ما واضحش. من بعد سمعت الصوت ديال الزحف بحال شي حد كيزحف على الارض، واقسم بالله حتى خويا بدا يسخف في بلاصتو وجا كيقرب مني بشويه بشويه حتى وصل لفراشي، وكان وجهه خايف بزاف وقال لي واش كتسمع هاد الصوت اللي انا كنسمعه؟ قلت ليه كنسمعه. قلت ليه يمكن هادو الشفارة جاو يسرقوا ولا شي حاجه. فحاولت نشجعه وقلت ليه ماشي مشكل، خرج نشوفوا شنو كاين. كانت عندي عصا حدايا، خديتها وخديت اللامبه وفتحنا الباب شويه وخرجنا نقلبوا في الحوش ديال الدار. في الاول ما كان حتى شي حاجه، ولكن منين قررنا نرجعوا للبيت حسينا بشي حركه مورانا. درنا بسرعه في الزاويه ديال الدار، وكانت كاينه واحد الشجره كبيره بزاف شكلها قديم وكيخلع، وحنا كندوروا بعينينا عليها شفنا بظلام واحد المنظر مستحيل يتنسى. راجل قصير واقف وعينيه حمر كيشعلوا بحال الجمر. عملت في وجهه ديرنا باش نتاكد، وخويا احمد كان واقف حدايا. والله العظيم اول ما شفت داك الراجل ما تسيقتش، كان كيشوف فينا مباشره وعينه حمر مطويين في الليل. بدينا نرجعوا شويه بشويه، خويا شاد في يدي وانا بيدي الثانيه شاد الضو. دخلنا البيت وشدينا الباب بالجهد لدرجه الصوت ديال الباب سمع الوالد ونزل من الفوق. سولنا مالكم شنو كاين؟ قلنا ليه سمعنا اصوات برا وشوفنا راجل قصير وعينيه حمر كيشعلوا. الوالد قال لنا بصوت ما فيهش اللعب والضحك وترجلوا شويه شروا لفراشكم ونعسوا. دخلنا لفراشنا والوالد بحال العاده ديالو طفى جميع الضوابي في الدار قبل ما ينعس. بقينا انا وخويا نهضروا تقريبا نص ساعه ولا اكثر وحنا مازالين خايفين ومشوشين ملي شفناه. وفاش كنا جالسين كنتسناو شنو نديرو سمعنا صوت خفيف كيدوق على الشرجم ديال البيت ديالنا. درت بسرعه ولكن ما شفت والو. من بعد خويا احمد بدا كيقرب مني حيت الخوف شدو والصوت باقي كيدوق بحال شي واحد باقي كيدوق على الشرجم. تشجعت خديت ديرنا وفتحت الشرجم واللي شفته والله العظيم خوفني انا وخويا بطريقه ما تصوروش. كان راجل كبير في العمر كيشوف فينا، عنده ابتسامه شيطانيه وكتخلع، وجهه مشوه والشكل ديالو كيخلع بزاف. خرجنا من البيت بسرعه بحال اللي دايرين السباق، كل واحد باغي يهرب قبل الثاني. كانت لحظه ما تنساش نهائيا. حمزه قال من كثرة الخوف حتى ديرنا طاحت من يدي. فتحنا الباب اللي كيوصل للظلم للداخل، بدينا نعيطوا بصوت عالي بزاف حتى الوالد والام ديالي نزلوا بسرعه وقالوا مالكم شنو كاين؟ علاش كتعيطوا كتغوتوا؟ قلت لهم والله العظيم هاد الدار فيها الجن. بدا الوالد قاعد كيحاول يهدي الموقف وقال يمكن غير كتخيلوا، ولكن انا قلت ليه وانا معصب الا ما تيقتينيش سول حمد. الوالد دار عند حمد شافو كيترعد كيرجف في بلاصتو من الخوف. من بعد عمتي دخلت مع ولادها وقالت شنو واقع؟ شنو هاد الصوت؟ عاودت قلت لهم والله هاد الدار مسكونه بالجن. عمتي قالت الوالديه خليهم ننعسوا كاملين في بيت واحد وغدا يكون خير. دخلنا كاملين في بيت واحد حتى الوالد والوالده كانوا معنا. كيف ديك اللحظه اختي صغيره بدات كتفكر شنو وقع ليها نهار طاحت وكانت كتصرح، وبدات كتقول وانا ناعسه حسيت بشي واحد حدايا في الفراش. مديت يدي وقست يد غريبه فيها ضفران طوال. من بعد طحت ما بقيت عاقله على والو، غير ملي فقت لقيت راسي هزاني ماما.
ملي سمعنا هاد الكلام قلت للوالد والله يا با هاد الدار فيها شي حاجة خايبة، راها مسكونة وزيد على هاد الشي الضو كان ديما كتقطع والدار كلها ظلام. فديك الليلة الوالد بدا كيتقنع شوية ان فعلا كاين شي حاجة ماشي طبيعية، وبدا يقرا القرآن وذكر الله ما سكتش من فمو. حنا كاملين كنا موراه كنردو معاه، دراري صغار كيبكيو من الخوف، وانا كنت موجهه الكشافات لتحت الباب وشفت بحال اللي كنشوف رجلين شي ناس كيمشيو. وفجأة سمعنا صوت بنت كتغوت بصوت عالي جا من الطابق الثاني. الوالد دار فينا وقال شي واحد فيكم الفوق؟ درنا على بعضياتنا لقينا راسنا كاملين لتحتي. دابا شكون هي البنت اللي كتغوت؟ الوالد زاد في القرايه بصوت عالي. والله كانت ليلة كتخلعت بصح ما يعلم بها غير الله سبحانه. طلعت الشمس شوية وهدت الأمور. ملي خرجنا من البيت لقينا كل الأغراض ديال الدار مرمية بحال شي واحد قلب الدار كاملة. الوالد قال هاد الدار مبقاتش صالحة نسكنو فيها، جمعوا حوايجكم وخليونا نخرجوا. جمعنا كلشي وخرجنا، مشينا عند دار واحد من صحابي بقينا شوية عنده، ومن بعد دينا نقلبوا على دار جديدة حتى لقينا شقة صغيرة ولكن فيها الجيران بزاف والناس حدانا، وهذه كانت أهم حاجة بالنسبة لينا. عشنا فيها مرتاحين رغم أنها صغيرة ولكن حسينا بالأمان. أما بالنسبة لي شوفنا في ديك الفيلا، الراجل اللي كان كيضرب على الشرجم واللي كان كيتكلم مع با والدلك حل اللي كان عند الشجرة والأصوات اللي كنا كنسمعوها في الليل، كل هاد الشي باقي سر ما عرفناش ليه تفسير. ودي كانت قصتنا مع الفيلا المسكونة، ليلة ما علم بها غير الله. كانت معكم قمر، شكرا بزاف على الاستماع. قولوا لي في التعليق شنو بالكم في القصة ديال اليوم، ما تنساوش ديروا جيم ولا لايك، راه باقي عندنا القصص اللي تقدروا تسمعوها دابا. نشوفكم مرة جاية، تصبحوا على خير واسطة لويكم.